السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجي لكم واحد زي عرفات الصوفي، ايش يعمل؟ يهدد لك مكلف الذي سرق السيارة حقهم من داخل الحوش حق بيت الحميدي، يهدد مكلف، يا اما تجيبوا 150,000 ولا بقتل لك واحد من عيالك ولا واحد من اخوانك. يهدد مكالف. الشعر وين واسلامه عندكم يا اصحاب المقاومه، يا القياده حق المقاومه؟ وين الشرفاء حق المقاومه؟ التعتري وعرفات الصوفي والشرعبي والصعالي وفاصوليا نهبوا لك واحد مغترب جاء من داخل امريكا اسمه العمري، نهبوا سياره BMW، وعادوا عرفات الصوفي هذا يحدد لهم فتره محدده، لا يجيبوا 125,000 ولا ما يقتل واحد. وين القياده حق المقاومه؟ وين الشرفاء؟ وينهم الشعرفنة؟ وينهم الشرفاء؟ ما دام العدو مننا داخل فينا. إذا تساوت ذنوبنا ذنوب الحوثي وعفاش، هم المنتصرين. الحوثي وعفاش ما بتنتصروا الآن انتم ولا بيرتفع لكم راية، ما دام انتم بترهبوا المواطنين داخل تعز، داخل الشمازي والكمب وداخل الاماكن المسيطرين عليها. تخيلوا عرفة الصوفي هذا بيقرح لك الاطفال حق البيوت، الناس اللي هربوا من القصر يقرح الاطفال ويدخل ينهب البيوت ويبتاع ويشتري ويبيع لك الاثاث حق الناس. بيت من؟ بيت ابوه. وينهم رجال الله ارحم الراحمين بيقول لك اقتلوا الضار ولا من اولادكم، دقوا ابوه. ما قدروش يدقوا ابوه واحد من المقاومه ساكتين عليه. اذا في هناك سبب، في هناك ظهر ساكتين عليه ان الادمي يسرق وينهب يتبلطج على مرأى ومسمع الجميع، وتتحرر تعز، وسبب تحرير تعز هم من هذا الاشكال. والذي بيسكت عليهم الطامه الكبرى لما يجي لك واحد قيادي ولا كان شيخ ولا كان ان شاء الله في السلك العسكري ساكت وعارف بكل حاجه، يقول لك خليهم يقاتلوا بعدين يقتلوا. خبر فاضي. اللي بيقاتلوا داخل تعز من اخواننا السلفيين المحترمين من جماعه ابو العباس الذي ما بيظهروش في التسجيلات ولا بيظهروا بالصور ولا بيظهروا بالفيسبوك ولا بيعملوا طبال. ناس خرجوا من داخل المساجد، من داخل دور القران الكريم، ناس يعرفوا الله بيعملوا عملهم خالص لوجه الله مش لوجه اشخاص ولا اطراف ولا اللي بيجوا يتقاسموا لكم الفلوس وروحوا كل واحد روح بيته وتعز يلعن ابوها تحرق بجاز. استحوا كل يوم بيموتوا اطفال نساء وشيبات وبتدمر تعز، وهذا السبب. لا تقولوا ليش مدري ايش احنا مدري ايش، احنا مدري خبر فاضي. جيفتهم طلعت. السلام عليكم.